منطقة الجزاء. فين التسديدة؟ التسديدة والهدف الأول. التسديدة والهدف الأول. تسديدة روعة تعلن عن أول أهداف فريق يانج بويز. الفريق شختار. فين العرضية؟ هذه العرضية وهدف التعادل. العرضية وهدف التعادل. ومين يجيبه غير اللاعب زوبكوف أفضل لاعبي شختار خلال أحداث هذا اللقاء. أولكساندر من إضافة الهدف الثاني والتسديدة. وكأن قلبي حاسس وكأني بلعب معاهم. قلت لك شختار يقترب من إضافة الهدف الثاني. وادي التسديدة روعة تعلن. يتقدم البلجيكي صالح براكين 1-0 يتقدم بروج. الفريق الشجاع يستغل هذه تمنجس من علامة الجزاء قائد مصلحة رافينيا. هذه خطيرة محاولة. الله ارفعوا سقف الجمال ارفعوا سقف الجنون. هنا البارسا هنا برشلونة محاولة. جول سيلاس. لم يتأخر سيلاس أتى بالأخبار. سيلاس سجل للنجم الأحمر. سيلاس هنا رافا هنا برشا هنا بارسا. الله هنا البارسا هنا رافا هنا بارسا هنا روعة هنا متعة هنا ثنائية للبارسا. يا الله على كرة بل على روعة على وصول على اكتمال لهذا الوصول على روعة فريق هنا يقدم هذا العرض الكروي الفاتن هذا العرض الكروي الفاخر. نعم برشلونة والوصول برشلونة والعبور. يا روبرت يا ليفاندوفسكي الذي يسجل ويضيف الهدف الثاني لبرشلونة. لامين يامال إلى بيدري إلى رافا إلى مستمر. ربما العرضية تأتي هنا بضربة. الله أنا لا أقوى على ذلك يا بارسا لا أقوى على ذلك يا بارسا. يقال في الشتاء تبدأ نزهة دوري الأبطال وأنا أقول بحضور البارسا تبدأ نزهة كل شيء. الأبطال والدوري وكرة القدم بكل فصولها يا هانز فليك. نعم هذا الثالث الذي وقع عليه روبرت ليفاندوفسكي بالنسبة لمصلحة البارسا. ماذا عن الرابع؟ رافا. الله لا يا بارسا لا. هذا كثير جدا هذا لا يحتمل هذا لا يطاق. في اللقطة الماضية السحر كان من كل مكان. سحر الممرر سحر المصوب. تسديدة الممرر وتسديدة المصوب للبارسا ولبرشلونة للبلاوغرانا لبرشلونة. يا الله مباراة إلى حد هذه اللحظة. هذه كرة للأمام للخامس هنا ياتي الخامس لبرشلونة. ياتي الخامس. نعم يأتي بهذه الصورة وبهذه الطريقة الهدف الخامس لمصلحة برشلونة بصورة مميزة وبصورة رائعة. وبالتالي خامس الأهداف عن طريق من لوبيز يبدو لي. كرة أيضا لمصلحة النجم الأحمر. الله على كرة لافة على كرة من جانب البديل ميلسون سدد بصورة رائعة وبصورة مميزة. سكنت المرمى وأتى من خلال هدف تقليص الفارق للنجم الأحمر. يبدو أن ليلة الأهداف لم تكتفي. يبدو أن الليلة الأتلتي لكن أشرف في أولى الكرات أشرف في أولى المحاولات. حكيمي من تكفل في تقدم في تمريرة ديمبلي والتسديدة لكن إلى خارج الملعب. ديمبلي حاول فيها تسديدة أخرى. كرة هذه جول بأقصى سرعة يريدون اللحاق بأرة أخرى. عرضية تأتي خطيرة. جول عاد الأتلتيك عاد الروخي بلانكوس عادوا هنا وسجلوا هدف. العرضية راسية الآن تأتي والثاني يضيع. الهدف الثاني يضيع في اللحظة الأخيرة. لونغليب هو من غطى. مولينا عرضية خطيرة تأتي لك يفعلها ديمبلي في التصويب. خطيرة كانت قريبة كانت. ديمبلي أراد أن يقول أنا الحل. ضاعت تصة أوبلاك لكرة
باركو مولينا في فرصة خطيرة تأتي. الله كوريا 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 عاد للأتليتي من أجل أن ينفض من جديد. سيرجي جنابري يرفع في القائمة الثانية وتروبينا يرى العرضية جول قوية بينما كرة التسديد ومرة جانبية. هاري كين في المتابعة، هاري كين يضيع، هاري كين فرصة جول. التسديد غير معقول، غير إيطاليا. أونيس وتروبين في المرور ممتازة. هاري كين وحده يحاولهم. ساني والتسديد. ساني يسدد، ساني بالراس وجول. يأتي أخيرا جمال موسيالا ليضع الكرة. ساكا سدد. الله المرور جميل الصراحة. الكرة خطيرة الله في الكرة الماضية ولكنها إلى ضربة ركنية. شوف هذه ثابتة، يأتي بكرة ثابتة. ضربة الحرة المباشرة كما ذكر دقيقتين ليس إلا خطيرة. ضربة جزاء للإنتر. يريد الإنتر أن يتقدم، ويسجل. شالونوغلو يعلن هذه كرة في هذا المكان. السلام الله التهديد المباشر الأول في بداية الشوط الثاني. بالراس لا زالت الله. Looking position, is there a goal in the future? Options in the middle. And he's done it! Parity again! A magnificent game unfolding. So, a level contest, 1-1. And does well to keep it in play. And giving it away. Carmona. And they continue to advance. And a lot of options here. Oh, super header, but the goalkeeper was up to the task. Well, this forthcoming corner might just do it. Could be their last chance to hit the front in the dying moments. Very alertly winning back possession. And given the situation, a goal at this stage might well turn out to be a winner. Cross-fired over. And a goal! This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. They've got to be really mindful of the time situation, attacking though they might be. But they dealt with the threat posed. Well, they know they need to stop him. I'll tell you what, that is really top-class defending. And blocked for now. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Time really is of the essence. What can they do from this situation? The referee blows for full time. It ends at a victory for the home team. No complaints from the